ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة عبد العاطي، وهنعمل النهارده مع بعض وصفة بانيه يا جماعة. بقى مش قادرة اقول لكم، قرمشة وسهلة ولذيذة جدا جدا، وكل خطوات البانيه اختصرها لكم في خطوة واحدة بس، وهيطلع بنتيجة بجد مبهرة. كمان هقول لكم على تريكة النهارده تستخدموا الزيت. طاسة الزيت هتقلوا فيها كيلو البانيه من اول واحدة لاخر واحدة، هتبقى بنفس درجة اللون الذهبي التحفة دي، من غير ما يسود معاكم ومن غير ما يغمق ومن غير ما تحتاجوا تغيروا الزيت. بجد يا جماعة خطيره التركه دي، هقولها لكم خلال الفيديو ان شاء الله. عندي هنا حبايتين كبار من البصل، وعندي هنا التوابل بتاعتي. التوابل دي بقى يا جماعه عباره عن ايه؟ عندي هنا توم باودر، وعندي كمان هنا دي بابريكا وفلفل اسود، وعندي هنا جنزبيل، وعندي كمان هنا ده ملح محوج. ملح بحط عليه كمون وكزبره وفلفل وشطه. عندي هنا بهارات فراخ، واخيرا عندي شطه. من كل حاجه معلقه صغيره، ما عدا جنزبيل نص معلقه صغيره. هحط البهارات بتاعتي كلها في الكبه مع البصلتين. المكونات دي يا جماعه لكيلو من البانيه. تمام. هفرم بقى البصل بتاعتي حلو ناعم قوي قوي، ولو ما عنديش كبه مش اي مشكله، هبشرها على مبشره تكون ناعمه. تمام. احط البهارات بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين، شكلها تحفه بصراحه. عندي هنا 3 حبات من الليمون، وعندي ده البانيه بتاعي. انا بحب اقطع صدر البانيه لنصين عشان بيفرد معايا لما بحطه في البقسماط، فحابه تكون الحته سمكها معقول. عندي هنا معلقه صغيره من الملح الابيض، هحط على البانيه بتاعي، وهبدا ان انا هنا اعصر الليمون. الليمون بقى يا جماعه ده سر الخلطه، تركه تحفه هتشيل اي زفاره من الفراخ، وفي نفس الوقت هتخلي طعمها مزز شويه ورهيب. بعد ما عصرت ال3 حبات من الليمون، هنزل بقى بالخلطة بتاعتي. لونها تحفة يا جماعة، البهارات مخليها رهيبة. وهبدأ ان انا بقى اتبل صدور البانيه بتاعتي كويس قوي قوي بالخلطة اللي انا حطيتها. تمام. زي ما انتم شايفين، اتأكد بقى ان كلها وصلت لها التتبيلة حلوة قوي قوي. هدعكها كده كويس جدا جدا. تمام. واسيبها بقى يا جماعة ساعة في التلاجة وانا مغطياها كويس قوي. وبعدين عندي هنا حبايتين من البيض، وهحط عليهم ايه بقى؟ هحط عليهم نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود عشان طبعا يضيع ريحه الزفاره، ونص معلقه صغيره من الملح. وهضرب الكلام ده كمان معلقه كبيره من الخل، وهضرب الكلام ده كويس قوي قوي مع بعض زي ما انتم شايفين. وبعدين هحط بقى على ايه؟ على الفراخ بتاعتي اللي انا حطاها بقالها ساعه في التلاجة واتبلت وبقت تمام تمام. حط بقى عليها البيض. هي دي بقى الخطوه اللي احنا بنمسك البانيه نعمله على 100 خطوه: بيض ودقيق وبعدين بقسماط وبعدين نحطه في الزيت. لا، نحط بقى البيض ونقلب كويس قوي. ودي بقى الخلطه اللي هغطي بيها صدور الفراخ معايا. عندي هنا ايه؟ كوبايتين من البقسماط الناعم، كوبايه من الدقيق، ونص كوبايه من السمسم الني. مش قادره اقول لكم يا جماعه الخلطه دي فظيعه. حطيت عليها هنا معلقه صغيره من الملح المحوج، ممكن احط بقى الحبه لو ما عنديش ملح محوج. وهقلب بقى كل الكلام ده حلو قوي قوي مع بعض. استغنيت عن خطوه الدقيق، حطيتها مع البقسماط، والسمسم بيدي طعم رهيب وقيمه غذائيه عاليه فظيع. تمام. جربوه بجد، متاكده هيعجبكم قوي. جبت بقى البانيه بتاعي بعد ما حطيت طبعا البيض زي ما انتوا شفتوا، وهاخد بقى بالقطعه كده. يا دوب احط في الخلطه اللي انا عاملاها للتغطيه، اضغط عليه كويس واطلع على الطبق. شايفين السهوله؟ اعتقد مفيش اسهل من كده. رهيبه 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 الفكره دي. هاخد بقى بالقطعه كده. لو في قطعه عندي تخينه شويه، هضغط عليها كده ببطن ايدي جامد لحد ما تتفرد معايا من غير ما استخدم مدقه ولا اي حاجه خالص. بتتفرد بكل سهوله. الكميه كلها بتاعتي اهي عملتها وظبطتها. هعملها كلها واركنها على جنب، واحط بقى الزيت بتاعي يكون سخن وغزير، وابدا ان انا انزل قطع البانيه بتاعتي. البانيه ما بياخدش وقت في السوا يا جماعه، مجرد ما بياخد لون ذهبي من ناحيه اقلبه على الناحيه التانية دقيقتين بالظبط وبيطلع لونه تحفه. والسمسم بجد اضافه رهيبه يا جماعه. انا اتمنى فعلا تجربوه وتقولوا رايكم في موضوع السمسم ده، رهيب بصراحه. طلع بقى زي ما انتم شايفين، خطير. عايزه اقول لكم بقى هنا ديت اعتقد الحطه ممكن تكون الرابعه او الخامسه، ونفس اللون بالظبط. عملنا ايه بقى؟ مسكنا الزيت صفيناه بمصفى تكون معدن ضيقه جدا جدا، وبعدين عملت ايه؟ غسلت الطاسه بتاعتي ورجعت الزيت بعد ما صفيته للطاسه، وكملت تحمير بقى الكميه بتاعتي. كمل معايا الزيت. كل الكيلو اللي انا عملته حمرته في نفس الزيت من غير ما اغيره ولا اي حاجه، ونفس اللون معايا. يبقى انا عملت ايه؟ صفيته بمصفى ضيقه،
تكون معدن طبعا يا جماعة. وبعدين غسلت الطاسة بتاعتي من اي بقايا ورجعت الزيت بتاعي نضيفه زي الفل. شايفين من اللون؟ تحفة بجد يا جماعة، كان خطير وسهل جدا وسريع جدا جدا. تعالوا بقى ندوق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام على اللذاذة، شايفين مستوي وتحفة، والقشرة ماسكة ازاي في البانيه بتاعي. عايز اسمعكم هنا بقى صوت القرمشة. الصوص ده يا جماعة عبارة عن معلقة كبيرة من الكاتشب ومعلقة كبيرة من المايونيز ونص معلقة كبيرة من صوص الشطة السائلة. ممكن كمان نحط مكعبات من الخيار المخلل، هتبقى لذيذة قوي. وبس كده، لو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك، وباي باي.